ده اتطبق كل واحد لازم يطلع الفلوس والا اللي عندك دي هتولع فيها، هتجيب بيها ايه؟ هتعملها قراطيس، لازم تروح تودي. فوانت بتودي عمرو اديب جايب معاه 40 مليار دينار تونسي وهنديله 40 مليار جديد، فخلاص حضرتك عمرو اديب عندك 40 مليار. هذا المجتمع المصري يعشق الفساد. نحن عشاق للفساد كلنا، لا استثني احد بما فيهم انا. نعشق الفساد، نعشق الفساد. ولو عومت ولو جبت طول ما في خرم الفساد ده ماشي عمر ما هيحصل حاجه. تيجي تعمل امتحانات تتسرب فساد، تيجي تورد قمح يخترعوا اختراعات علشان يحطوا القمح المستورد مع القمح اللي موجود ويغشوا في الصوامع فساد. تيجي تستورد رز فساد، تيجي تستورد سكر فساد، تيجي تروح مصلحة حكومية فساد. التقرير طالع ان 17% من الشركات في مصر بتدفع رشوة كل يوم. في تقرير الفساد في مصر 17%. ده طبعا اللي متشاف، انما احنا بنموت في الفساد. انت شغال في الفساد طول اليوم. فساد ايه؟ من اول ما تكرمش ال100 جنيه، انت اول ما تخش اي مصلحه بيطلع فيه واد كده دقدق، ده ايه يا بيه؟ مساء الخير، عامل ايه؟ انت جاي عايز ايه؟ تقول له والله انا عايز دلوقتي. حضرتك اقعد على ما تشرب الشاي بتاعك. مصر هي اسرع دوله في انجاز اي معامله حكوميه، بس يبقى دقدق موجود. اتفضل عليك بس اشرب الشاي بتاعك. او يطلعوا عين اهلك بقى عشان يثبت لك مش انت عايز تاخد حقك، ها؟ مش عايز بالحق، اقف في الطابور عندك، تعالى بكره وبعده لغايه ما يجي دقدق يقول له يا فندم، اقول له خد حضرتك 100 جنيه اهي او 50 جنيه. فساد. احنا بنموت في الفساد كلنا. انا عايز اوري حضراتكم المدرسه اللي هي باب العلم، باب النور، اللي هتطلع اجيال. بتتأجر الفناء بتاعها بتاع تحيا جمهورية مصر العربية أفراح. اليوم السابع، والله العظيم خدمة اليوم السابع دي خدمة صحفية محترمة وأغلب الفضائيات بتعتمد عليها. أهو الراجل الباشا قال لك احنا عايزين نزود دخل المدرسة، فراح قالب إيه؟ قالبها أفراح، يعملوا فيها فرح المدرسة ويقسموا طبعا على المدرسين الفلوس بعد كده. حاجة تهلك من الضحك زي ما انتوا حضرتك شايفين بقى، ومش حاجة سهلة. ده عاملين بقى البلالين والقلب والعروسه، وبيعملوا لك على فكره في اوفر مهم جدا، التورته بتاعت العروسين. واهو حضراتكم زي ما اسمع. مدرسة فن ولعب وهندسة. علم يا باشا وطلع أجيال. علم يا باشا. الهلالي شربيني، الشربيني هلالي، ناس كلها محترمة. علم. فساد، نعشق الفساد، نخترع الفساد. والله لو في نبي في البلد ديت هنفسده. نبي، لو نبي هنضحك عليه وهنخليه يفسد. تيجي الأم تسأل ابنها واللجنة يا حبيبي النهارده كانت كويسة، يقول لها الحمد لله كانوا بيغششوا. تقول له حبيبي، من يومين طلعت وزارة التربية والتعليم تقرير ان في 17 محافظة خالية من الدروس الخصوصية. طبعا يعني انا مش عايز اقول لكم كان ايه رد فعلي. ايقاف 6 مدراء بالتعليم والرياضة لاقامة حفل زفاف في مدرسة بدمياط.
6 مدراء، مدير مدرسه، مدير مدرسه حضرتك، مربي، لا مربى بقى مربي اجيال، اللي ربى بتاع مربى واللي لبس بتاع ملبس، هو ده الكلام بقى. تخيل انا بقى كتلميذ جاي تاني يوم، كنت شغال امبارح في الفرح، ايه يا مستر اخبارك ايه؟ يقول له ايه رايك كانت الرقاصه؟ يقول له كانت فل. شفت المهرجانات اللي اتعملت؟ وجبنا شيبه بقى وغنى لو لعبت يا زهر، يا زهر، زهر في عينك. ايه ده؟ ايه اللي بيجرى في البلد ده؟ ايه العشق بتاع الفساد ده اللي حصل في القمح؟ النهارده هيكون عندنا انترفيو مع وزير التموين السابق يكلمنا على اللي حصل في القمح. ادي المدرسه تاني حاجه فل. والله العظيم انا بحيي خالد صلاح وبحيي اليوم السابع، بنتفرج. هي دي السياحه. يعني انت مثلا قاعدين نجيب لك بقى من الصين اللي عملوا روبوت واللي عملوا مش عارف، لا اقف هنا. انتوا شايفين البلالين ام كرش؟ اجدع حاجه، اخر تكنولوجيا في الافراح، ودي جي محترم.